الله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا في العنوان في هذه اللحظات رجال الوقاية المدنية كيحاولوا جاهدين على أنهم يجبدوا جثة واحد الشاب اللي رمى البحر في هذه اللحظات جانب شاطئ أو منطقة مريبعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني. فكما كتشوفوا جهود كبيرة في هذه اللحظات كيحاولوا انهم يبدلوها رجال الوقايه المدنيه باش يجبدوا جثه هذا الشاب اللي المشهد ديالها تقشعر الابدان. صعيب هذا المشهد، مشهد صعيب بزاف لانه الجثه متحلله. مشاهدينا الكرام ما نقدرش نوصف لكم لانه اللي كتشوفوا صعيب مشهد صعيب بزاف. صعيب البحر غدار الاخوان، البحر غدار. كما كتشوفوا في هذه اللحظات رجال الوقايه المدنيه ورجال الامن حاضرين في قلب شاطئ مريبعة باش يحاولوا على انهم يجبدوا الجثه ديال هذا الشاب اللي رمى البحر في هذه اللحظات بالقرب من مريبعة مريزيكا. هذه البلاصه اخويا في مريزيكا تحديدا. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا الساكنه والوقايه المدنيه ورجال الامن كلهم حاضرين في قلب المكان باش يحاولوا يجبدوا هذه الجثه اللي متحلله، الجثه اللي ما يمكنكمش تتخيلوا ديال الشاب. عافاكم الاخوان، بارطاجيو هذا اللايف على الله وعسى توصل المعلومه للعائله ديالو، لانه كاين مجموعه من الاختفاءات ديال الناس اللي نقدروا نقولوا على انهم غرقوا في الاونه الاخيره. بدايه بالشاب اللي كيقولوا لانه غرق هنايا، وكاين شاب اخر كيقولوا في المحمديه حتى هو غارق سيمانه دابا. ديال من هذه الجثه باقي ما عرفناش لانه اكيد التشريح هو اللي غادي يبين بزاف ديال الامور. صعيب انهم تعرفوا على الهويه ديال الجثه لانه الجثه متحلله مشاهدينا الكرام، ولكن نتمنوا انه العائله تقدر تعرف. الاخوان الله يرحم الوالدين عاونونا بالبارطاج باش هذا الفيديو يوصل للعائله ديال الغريق اللي الله يحسن عوانهم. البحر غدار هادشي اللي نقدروا نقولوا لانه حنا ما عرفناش اكثر على ظروف ملابسه هذه القضيه، ولكن نقدر نقول لكم على انه الجثه في هذه اللحظات شبه متحلله لانه قضات ساعات وايام طوال في البحر. البحر غدار، البحر ما فيه استيقاظ الاخوان. واش الجثه ديال الشاب اللي غرق منطقة المحمدية ولا شاب اللي كيقول لانه غرق كذلك هنايا في شاطئ عين دياب؟ نتمناو الخير يا ربي. غتبقاو معنا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا في هذه اللحظات مجهودات كبيرة يتم بذلها باش يقدروا يخرجوا هذه الجثة لانه كاينه صعوبة كبيرة. الجثة شبه متحللة مشاهدينا الكرام.